مساء الفل عليكم وما أحلى الرجوع إليكم. رجعنا لكم تاني علشان نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي، واللي ما عملش الشاي يعمل الشاي ويحصلنا. دخل علينا الكافيتيريا راجل أنيق جدا ولابس بالطو أمريكاني، حاجات ما كناش بنشوفها في الوقت ده، وقعد جنبنا، وكنت قاعد أنا وواحد زميلي جنب الأستاذ حسن الصهاجي بنغني له غنوة ليه خلتني أحبك بتاعت ليلى مراد. ليه خلتني أحبك لا تلومني ولا عاتبك. وراح متدخل في كلامنا وقال لي يا ولاد انتوا بتغنوا غلط. قلنا له ازاي بنغني غلط؟ قال انتوا اهملتوا الايقاع خالص، لازم وانت بتغني تمسك ايقاع الغنوة عشان يطلع الزمن بتاع اللحن معاك مظبوط. وقعد على الترابيزة يطبل ويعرفنا ازاي ليه خلتني احبك بتتغنى مظبوط. من كام يوم كان بيتكلم معايا الأستاذ نشأت المصري الأديب الكبير، وقال لي في غنوة لحنها رائعة وبتأثر فيها تأثير كبير جدا، رغم انت عارف ان انا اتعاملت مع معظم، انتوا عارفين طبعا الأستاذ نشأت المصري أديبنا الكبير له مسلسلات، ليه مئات الأعمال في الإذاعة والتلفزيون، وليه مسلسلات وليها تترات وألحان، وتعامل مع محمد الموجي وكمال الطويل ومن أعظم الملحنين في مصر تعامل معاهم. لكن الغنوة دي قال لي ان هي بتأثر فيه جامد جدا. معروف عندنا في الوسط الأدبي نقول ايه، صاحب القصيدة الواحدة او صاحب الرواية الواحدة او صاحب القصة الواحدة. يعني ايه صاحب العمل، عمل واحد بس في حياته؟ لا مش كده، يعني هو أعماله كتير لكن العمل اللي أثر في الناس وساب أثر في وجدانهم هو عمل واحد. زي مثلا يوسف إدريس أعظم قصة عنده مثلا نظرة. احنا عارفين في الوسط أن أعظم قصة ليوسف إدريس في القصة القصيرة يعني قصة نظرة. في عندك ملحن الأستاذ سيد إسماعيل لو تفتكروه، عاش حياته كلها أسير غنوة، اللي كان عامل غنوة أنا عايزك تكبر يا ولدي في التلفزيون، كانت غنوة قومية وطنية كده. لكن كان ليه غنوة أصلا اللي هي شهرته اسمها قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة. يا قلبي ارتاح وريحني ولو ليلة، شبابك راح ما فرحني ولا ليلة. يا قلبي ارتاح ارتاح يا قلبي يا قلبي. لحن عظيم زي ما انتوا شايفين كده. لكن حاول يكرره تاني معرفش، وعاش عليه اللحن ده حياته كلها. وبعدين اتجوز السيدة عايدة الشاعر وبقى يلحن لها المطربة الشعبية اللي حضراتكم عارفينها، وبقى يلحن لها أغانيها كلها. وفي حسن الصهاجي اللي كنا بقول له حضراتكم عليه، اللي كنا قاعدين معاه، شاعر غنائي وله أغاني كتيرة جدا في الإذاعة، لكن تفضل غنوة واحدة تتذاع على مدار نصف قرن وأكتر، ويمكن بتتذاع لحد دلوقتي. غنوة كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، فاكرينها طبعا، أعظم غنوة دينية قعدنا نصف قرن نسمعها. وفي مثلا كان في مطرب لو تفتكروه اسمه عبد اللطيف التلباني، كان منغلق على نفسه، عايز يكتب لنفسه ويلحن لنفسه. لما تدور له عبد اللطيف التلباني على أعظم ما غنى هتلاقي من فوق برج الجزيرة الله الله على سحرها. لما تحاول تفتكر له غنوة تانية مش هتلاقي. عمل واحد وعاش عليه الناس تقول عبد اللطيف التلباني من فوق برج الجزيرة. أحمد حلمي هيتعب جدا على بال ما يلاقي عمل سينمائي زي فيلم عسل اسود. هو صحيح له أعمال كتيرة متميزة، لكن عسل اسود يظل على قمة أعماله، وساعة ما تقول أحمد حلمي تفتكر على طول عسل اسود. يعني حكاية العمل الواحد دي مشهورة في الوسط الأدبي والفني والسينمائي والمسرحي. نماذج كتيرة وحالات كتير مش هقدر أحصرها في برنامج 5 دقايق. لكن نرجع بقى للغنوة اللي سألني عليها الأستاذ الكبير نشأت المصري.
قلت له وحكيت له على الواقعة بتاعة أستاذنا حسن السوهاجي والراجل الأنيق اللي دخل علينا الكافيتيريا واتكلم معانا. بعديها بشوية يعني بعد ما سابنا رحنا على مسرح محمد عبد الوهاب، كان مسرح محمد عبد الوهاب عندنا في المعهد، ولقينا المايسترو اللي واقف بيعمل غنوة محمد يا رسول الله اللي غنتها العظيمة بنت الحصري ياسمين الخيام. هي دي الغنوة اللي كان قال لي عليها أستاذنا نشأت المصري. طلع الراجل اللي كان بيعرفنا ازاي نغني غنوة ليلى مراد هو جمال سلامة اللي كان بيعمل غنوة، وكانوا بيعملوا بروفاتها ساعتها على مسرح محمد عبد الوهاب. محمد يا رسول الله لحن عظيم، وكان الأوركستر كبير ومختار مقام رائع، والفرقة الإنشاد الديني بتاعت الموسيقى العربية كان بيتخدم عليها جامد جدا. لذلك الغنوة كان ليها تأثير كبير على الأستاذ نشأت وعلى الناس كلها. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي.